هل بتلاقي صعوبة تقول لأ حتى لو الحاجة دي بتضايقك أو بتأثر على صحتك النفسية والجسدية؟ الضغط من بره عادي وموجود، سواء من أصحابك، أهلك، شغلك أو المجتمع كله. كل حد ممكن يحاول يشكلك على مزاجه، حتى لو ده ضد اللي انت عايزه أو ضد مبادئك. وممكن تكون من الناس اللي بطبعها بتقول لأي حاجة، وده بسبب خوفك تفوت فرصة أو لحظة. خوف الفقد أو الفومو ممكن يتعبك ويستنزفك. عشان كده مهم تعرف إمتى لازم تقول لأ عشان تحمي نفسك. هنتكلم عن 11 حاجة لازم تقول لأ لها. 1. قول لأ للناس السامة. كم مرة قعدت وسط ناس وجودهم بيمتص طاقتك؟ انت عندك كامل الحق تبعد عن أي حد بيضرك. السم بينتشر لو ما وقفتوش. زي ما قال روب تيو، الدنيا بتتقلب بسرعة لما تشيل الناس السامة من حياتك. لما تدي مساحة للناس الإيجابيين هتعرف تقول لأ بسهولة بعد كده. 2. قول لأ للناس اللي بيخلوك تحس بعدم الأمان. عمرك حسيت إنك خايف من وجودك حوالين شخص معين؟ أنت مش مضطر تتعامل مع حد يخوفك أو يقلقك. أمانك مش رفاهية، ده حق. 3. قول لأ للي بيتجاهل مشاعرك. لو حاسس إن مشاعرك مش مهمة عند حد، يبقى وجودهم مش مهم عندك. أنت تستحق حد يسمعك ويحترم إحساسك. 4. قول لأ للمواقف اللي بتحسسك إنك مش مرغوب. لو مريت بتجارب هجر أو رفض زمان، المواقف اللي زي دي بتوجع أكتر. لو لقيت نفسك في مكان محسسك إنك زيادة، امشي. أنت تستحق أفضل. 5. قول لأ للكلام السلبي عن نفسك. جلد الذات مش هيساعدك. بدل ما تقسو على نفسك، فكر عملت إيه صح؟ وإيه اللي محتاج يتصلح؟ إعادة صياغة أفكارك بتغير نظرتك لنفسك. 6. قول لأ للمقارنة بنفسك بالناس. زي ما قال أوسكار وايلد، كن نفسك لأن الباقي أخدوا أماكنهم خلاص. كل واحد ليه طريقه وقدراته. ركز على هدفك وإيقاعك. 7. قول لأ للشريك السيء. لو العلاقة متعبة، ملكش أي التزام تكمل. اسأل نفسك، هل التواصل بينكم صحي؟ هل نواياه واضحة؟ طاقة العلاقة أهم من شكلها. 8. قول لأ لرفضك للنمو والتغيير. كام فرصة راحت منك لأنك كنت خايف؟ أنت مشروعك الخاص وبتكبر بقراراتك. ما تهربش من خطوات الشفاء والنمو. 9. قول لأ للانتظار اللي ملوش قيمة. الوقت اللي بيروح مش بيرجع. استغل ملاحظات الانتظار في حاجة تقويك. مشي، قراءة، كتابة، تأمل. ده وقتك. 10. قول لأ لرأي الناس فيك. لو فضلت تعيش على تقييم الناس هتنسى تقييمك لنفسك. زي ما قال ماركوس أوريليوس، اللي بنسمعه عن نفسنا رأي مش حقيقة. 11. قول لأ لتصغير نفسك عشان ترضي حد. الخوف من الخروج من منطقة الراحة بيحبسنا. لو بتحشر نفسك في مكان خلصت منه، عمرك ما هتكبر. ارفض اللي بيقلل منك. في الآخر، تعلم تقول لأ، مش عشان ترفض الدنيا، لكن عشان تختار اللي فعلا يستاهل يكون في حياتك. قول لأ للي بيستنزفك عشان تعرف تقول للراحة، للأمل، وللنور اللي جاي. لو الفيديو ساعدك، دوس لايك وشاركه مع حد ممكن يستفيد. ما تنساش تشترك وتفتح الجرس، واستنونا في فيديو جديد من طبيب نفسك.